بعد الفيديو ده اوعدكم مش هتاكلوا اطعم ولا ألذ من الشاورما بالطريقه دي. طعمها حلو جدا وكمان احسن من الشاورما بتاعت السوريين نفسهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده عظمه عظمه بجد. هنعمل الشاورما السوري بطريقه حلوه جدا، طريه مش ناشفه، وكمان بتتبيله هتوديك العالم تاني. اقولك ازاي تعمليها في البيت من غير صيغ بطريقه سهله جدا. اللحمه تكون طريه وكمان التتبيله بتاعتها تجيب لاخر الشارع. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه. هاتي صدور الفراخ بتاعتك وقطعيها صدور بقى او اوراق، مش فارقه. تقدري تشتغلي بالصدور بس او الاوراق بس، وكمان تقدري تعملي خليط بين الصدور والوراك. هي بكلتا الحالتين بتكون حلوه جدا. هجيب كده الفراخ بتاعتي وابدا ان انا اقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين كده، قد صبع ايدينا الكبير بالشكل ده. بنقطعها لصوابع وبتكون رفيعه مش سميك. في محلات الشاورما لازم يعملوا خليط بين الصدور وكمان بين الاوراق، علشان لما النار تطفي من على السيخ اللحمه تكون طريه وجوسي كده، والاوراق تنزل الدهن بتاعها على اللحمه فتخليها طريه وجوسي. لكن طبعا في البيت مش هتفرق معانا صدور من اوراق، المتوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. بقطع كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. وعلى فكره بتعمل لي كميه حلوه جدا، ده كيلو من صدور الفراخ بيعمل لي كميه حلوه جدا، وكمان زي اللي بره واحسن كمان. شايفين بيكون بالحجم ده. هنبدا نعمل التتبيله اللي هنحط فيها الفراخ. هنحط كوبايتين من الزبادي اللي هي اللي بنشتريها من المحل، ولو مش متوفر تقدري تحطي ده لبن. انا عاملاه في البيت اللي بيكون لبن رايب، حطيت منه مقدار كوبايه كبيره. حطيت كمان عليهم معلقه صغيره من كل من فلفل اسود، وكمان 7 بهارات، وكمان بصل بودر، وكمان معلقه صغيره مليانه على الاخر من الثوم المفروم، وكمان معلقه كبيره من الصلصه او الكاتشب او المتوفر عندك فيهم الاتنين. تقدري تحطي اي حاجه منهم بس عشان تدينا اللون ده. ولو مش متوفر عندك لا كاتشب ولا صلصه تقدري تستبدليه بمعلقه كبيره من البابريكا بس المدخنه. وطبعا ما نسيناش الملح بتاعنا. نزلت كده بالخليط بتاعي على الفراخ المتقطعه وقلبتها كويس وغلفتها كده بكيس بلاستيك ودخلتها التلاجة، وهنسيبها ترتاح على قد ما نقدر في التلاجة. كل ما ارتاحت كل ما الفراخ بتاعتنا شربت من التتبيله وبقت طريه وجوسي. وفي الوقت اللي الفراخ بتتبل فيها تقدري تعملي التوميه، وهنزل لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. عاملاها على القناه بطريقه حلوه جدا. تقدروا تعملوا التتبيله دي وتبيتوا فيها الفراخ ليله كامله، او تعملوها من الصبح وتحطيها ساعتين 3 في التتبيله. انا كنت عامله التتبيله دي من الصبح، وكمان كنت عامله الشاورما دي للعشاء مش للغدا. هنزل كده، هجيب طاسه وهنزل فيها معلقتين كبار من السمنه او الزيت، وكمان هنزل عليهم بالشاورما بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. ريحتها طبعا من اول ما حطيناها في الطاسه ريحتها حلوه جدا، وكمان شكلها حلو جدا. بنقلب كده من وقت لتاني، ومش بنقلب اول ما بنصدم الشاورما في الطاسه، مش بنقلبها علشان ما تنزلش السوائل بتاعه الفراخ. بالشكل ده بتبدا ان هي تنشف معايا، وكمان بيبدا كل البخار اللي فيها يتبخر، واللحمه بتاعتنا تستوي وتكون زي الفل. لو جربتوا الشاورما بالطريقه دي انا متاكده عمركم ما هتغيروها، وكمان مش هتبطلوا تشتروها من بره، وهتعملوها انتوا في البيت بطريقه صحيه اكتر، وكمان مضمونه، وحاجه انت عاملاها في البيت اقتصاديه جدا ومضمونه جدا. ده بقى شكل الشاورما بتاعتنا بعد ما رفعتها من على النار وكل السوائل اللي فيها اتبخرت بالشكل ده. هبدا اجيب بقى العيش بتاع الشاورما بتاعي، او الرقاق المصري بينفع، بيكون حلو جدا مع الشاورما. ببدأ كده اجيب الرقاق واحط عليه طبقة كده من التومية اللي انا عاملاها في البيت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وهحط طبقة كده من التومية، وكمان كمية من الشاورما بتاعتي وبطاطس مقلية. تقدروا تحطوا مخلل خيار او كاتشب اللي تحبوه، لكن انا بحب سندوتش الشاورما بالشكل ده. هعمل كل الكمية بالشكل ده. هنجيب بقى كده الطاسه، نفس الطاسه اللي احنا عاملين فيها الشاورما، وهنحط فيها دهنه بسيطه جدا من الزيت، ونبدا نبصم الشاورما بتاعتنا. حابين تبصموها مفيش اي مشكله، لكن انا اولادي مش بيحبوها متبصمه، فانا كنت عامله المتبصمين دول ليا انا بس. بياخد تحميصه حلوه كده من بره، وكمان قرمشه بتكون حلوه جدا طبعا اللي بيحب الحاجات المقرمشه. طبعا انضف واوفر، وكمان احسن من اللي بيجيبها من المحلات، وكمان بسعر سندوتشين 2 عملنا كميه حلوه جدا. جربوها بقى بالطريقه دي، وما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات. فين الجمال والحلاوه؟ طعمها خطير، طعمها حلو جدا بجد، لازم تجربوه. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامه.